سنة 2017 كان في طالب جامعي اسمه محمود مختار. محمود في يوم اتخانق مع أهله والموضوع كبر شوية، فساب لهم البيت ولم هدومه وقال أنا هعتمد على نفسي، هما يعني بيعملوا لي إيه؟ وقرر يشتغل في قهوة في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، وهناك اتعرف على 4 شباب. لما لقوه شاب كويس ومحترم قالوا له تعالى اقعد معانا في السكن طالما مش لاقي مكان تقعد فيه. محمود وافق وراح قعد معاهم، وبعد اسبوعين واحد فيهم اقترح عليه انه يسيب الشغل في القهوه ويشتغل معاهم في شغلانه كويسه وفلوسها حلوه. محمود قال لهم قولوا لي الاول تفاصيل الشغل قبل ما اسيب شغلي في القهوه. قالوا له تمام، بالليل واحنا في السكن هنشرح لك التفاصيل. جم بالليل بيتكلموا وهم بيشربوا الشاي، عمك محمود حس انه بيفقد وعيه شويه بشويه، وبعد فتره بقى مش قادر يتحكم في نفسه، وحس باصحابه شايلينه وبيركبوه عربيه، وبعدها ما حسش بحاجه. ما بقاش غيره وهو في مستشفى بيسال انا فين، محدش رد عليه، وبعدها فقد وعيه مره تانية، وفجاه صحي لقى نفسه تحت كوبري بهدوم المستشفى غرقان في دم. وبالصدفه حد معدي شافه كلم اهله اللي جم اخدوه وراحوا بيه على المستشفى، وهناك اكتشفوا ان كليته اتسرقت.